ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم كفتة الحاتي احلى من الجاهزة، ومش هتفك مننا خالص ولا هتكش. اعملوها بطريقتي وقولي لي رايكم. اول حاجه بجيب كيلو لحمه مفرومه، اللحمه لازم يكون فيها حوالي نسبه 20% دهن، ومعايا بصلتين كبار انا ضرباهم في الكبه، وواخده الطفل بس مصفياهم خالص من الميه بتاعتهم عشان الميه بتخلي الكفته تفك مني. ومعايا ملح وفلفل اسود وسبع بهارات وشويه بهارات كفته ومعلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقه كبيره نشا. اهم حاجه معلقه النشا ديت هي اللي هتحافظ لي على قوام الكفته انه ما يفكش مني. ومعايا معلقه كبيره جنزبيل فريش مبشور ومعلقه كبيره ليا لو متوفر. معايا بقى هنا بصلتين الكبار. اهم حاجه البصل اتاكد ان ما فيهوش اي سوائل خالص. بنزل بكل المكونات دي على اللحمه المفرومه بتاعتي واقلبهم كويس جدا حوالي 10 دقايق. انا بقلب بس، الكفته لازم تتقلب كويس جدا، ومهم حته اللية دي لان هي بتدي الريحه الجميله بتاعه الكفته. تمام. انا هنا بعد ما قلبتها دخلتها التلاجة ساعه، اقل حاجه ساعه. ممكن نسيبها ليله كامله ونطلعها نصبعها زي ما انتوا حابين. اهم حاجه قبل ما ابتدي اصبع ان انا هدخلها التلاجة ليله كامله، وممكن اخد منها كميه اصبعها كلها مثلا، وهاخد كميه اسويها والباقي دخله فريزر، بيقعد معايا وقت كبير جدا. تمام. انا هصبع هو قد ما انا عايزه والباقي هحتفظ بيه في الفريزر. تمام. وببتدي اجهز معايا الفرن، اسخنه على درجه حراره 200 رف اوسط، وهندخل معايا الكفته بتاعتي فيه بعد ما اصبعها كلها. تمام. ادي شكلها بعد ما صبعتها. انا دهنه بسيطه من تحت زيت، ومش هنحط عليها اي حاجه خالص. دخلتها اهوت على درجه حراره 200 ربع ساعه او تلت ساعه. لو في مروحه في الفرن ممكن نشغلها، او ممكن اول ما تستوي من تحت نبتدي نشغل الشوايه لحد ما تاخد اللون الجميل ده من فوق، وهتكون معايا متماسكه جدا لحد كده. لو عايزين تكملوا معايا تمام، انا هعمل شويه رز ابيض مصري بطريقه جميله جدا. هنعمل الرز الاصفر ده بطريقه لذيذه جدا. مش عايزين تكملوا لحد كده، انا عملت معاكم الكفته. اول حاجه بجيب معلقه سمنه على النار، وهنزل ببصلايه كبيره مفرومه، وهنزل معايا بكاري وكركم وفلفل اسود وشويه قرفه صغيرين وحبه ملح. هندي تقليبه بسيطه، تشويحه كده. اول ما التوابل تطلع الريحه بتاعتها بكون غاسله معايا الرز بتاعي ومصفيه كويس، وهنزل بيه على التوابل بتاعتي والبصل. هبتدي اقلب في الرز كويس لحد ما يتغلف الماده الدهنيه. هفضل اشوح كويس، اهم حاجه خطوه تشويح الرز عشان ميبقاش معايا معجن بعد السوا. تمام. هدي تشويحه حلوه كاننا بناكل رز بسمتي، الشكل ده كاننا بناكل رز بسمتي طعمه جميل جدا. وهنزل بقى معايا بميه مغليه لحد ما تغطي الرز. انا الرز معايا كان منقوع من قبلها بيوم، فما زودتش الميه قوي، يعني الميه غطت الرز بحاجه بسيطه جدا. لكن لو الرز مش منقوع طبعا بنزود الميه شويه عشان يستوي كويس. وابتدي اغطي الرز. اول ما يبتدي يتشرب كده الميه هوطي النار وهغطيه يستوي براحته. وهنا كانت معايا احلى كفتة حياتي وشوية رز اصفر طعمهم في منتهى الروعة. اهم حاجة يا جماعة في الوصفة بتاعت الكفتة بتاعتي ان هي مش هتفك منك خالص، هتاخدي ريحة جميلة جدا وطعم رائع. بصوا اهي انا ماسكة جدا متماسكة خالص اهي. الصباع اهو انا حبيت اوريهولكوا انا اللي قطعاه ازاي. هتطلع منك ناجحة جدا. لو عجبتكم وصفتي النهاردة ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد.